السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم في يوميات هنا. النهارده بقى روتين جديد، هنعمل غدا حلو جدا. انا دلوقتي بقشر البطاطس، هعمل صينيه بطاطس بالطريقه بتاعتنا، جميله جدا وهتاكلوا صوابعكم وراها. حلوه جدا انكم تعملوها بالطريقه ديت. انا دلوقتي بقشر البطاطس كلها، وبعد كده انا بقطعها شرايح زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. اتمنى يا رب ان الفيديوهات بتاعتي تكون بتعجبكم وتلاقي تكون عجباكم، ويا ريت يا ريت تدعموني وتشتركوا في القناه، ولايكات كتيره جدا عشان ناس كتير يتفرجوا عليها. زي ما انتوا شفتوا كده انا بقطع البطاطس شرايح. انا جبت القطاعه ديت حلوه جدا، انا بقطع عليها، بس بقطع عليها الخضروات بس. جبت قطاعه تانية بقطع عليها اللحوم، علشان غلط انك تقطعي على نفس البلانشة الخضار وتقطعي عليها كمان اللحوم، لان اللحوم مهما غسلتي مكانها بتبقى فيه بكتيريا انت مش شايفاها ممكن تضرك مهما غسلتيها. لكن لازم تخلي لكل واحدة حاجة معينة، بتاعة الخضار تبقى لوحديها، بتاعة اللحوم لوحدها، بتاعة الفواكه كمان تبقى لوحدها. يا ريت لو انت مثلا بتحبي تقطعي الفواكه على البلانش ماشي. انا دلوقتي قطعت اهيت كمان البصل شرايح او ترنشات، وايه انا بقطعها علشان احطها في البطاطس. البلانشة بتبقى حلوة انك تقطعي عليها زي ما انت شايفة كده هو بطريقة بسيطة وسهلة، بس برضو خلي بالك برضو من ايديكي لان ممكن تروح متعورة. انا بروح بقى ايه بجيب البطاطس، وطبعا ديت البشره دي على فكره حلوه جدا جدا جدا. انا استعملت مبشره توم كتير جدا، في منها اللي عجبني وفي منها فاول ما بجيبها بتبقى حلوه، بعد كده هو بتبوظ. دي كانت حلوه جدا صراحه، انا استعملتها بتبشر بطريقه حلوه وسهله كمان. انا بشرت الثوم كمان لان انا بحب ان انا احط مع البطاطس والثوم البطاطس والبصل لا مؤاخذه، الثوم صفين ثوم او 3 بيدي ريحه ونكهه حلوه جدا. انا عملت خلاص اهي البطاطس، بجيب اهي البصل الشرايح وبحطها على البطاطس. على فكره بعد ما بحط كمان التوابل بدعكها كويس كلها مع بعض. حطيت اهيت البصل، طبعا بحاول افكه من بعض واهو زي ما انتم شايفين علشان ايه تبقى ايه شرايح بسيطه مع بعض. بنحط طبعا ايه بحط كمان التومه اهوت، بقولك لانها بتدي ريحه ونكهه حلوه جدا للبطاطس. انا بحط طبعا التوابل، بحط ملح، بحط شطه، بحط كمون، بحط ساعات بهارات يعني على حسب ما انتوا عايزين. بس الكمون صراحه بيديها نكهه جامده حلوه قوي قوي قوي. انا بحط طبعا كميه من الكمون بتبقى كتيره شويه لان انا بحب الكمون فيها يبقى باين. وبحط معلقه ملح كبيره ونص بصراحه، علشان ايه الاولاد بيحبوها يبقى الملح بتاعها عالي شويه مبقاش قليل. وبحط ايه الشطه، بس الشطه بالذات انا بحط ايه يعني كده يعني ربع معلقه، لان انا بصراحه ما بستحملش الشطه الجامد. الحاجات الحراقه بتتعبني جامد جدا. فطبعا بدعكهم مع بعض زي ما انتم شايفين اهو، بصوا زي ما انتم بدعكهم كله 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 مع بعض. زمان اما كنا عندنا البوتاجازات اللي هي بتاعت الناس الفلاحي، كان عندنا مرات خالي كان عندها البوتاجازات دي. اما كنت بتحطي في الفرن دي البطاطس وبتاع كان بيبقى ليها نكهه جامده جدا بصراحه، كانت مختلفه عن البوتاجازات العاديه اللي احنا بنستعملها دلوقتي. بالذات الفرن اللي هو بتاع الخبيز تحطي فيها الحاجات ديت بتبقى طعمها وريحتها ملهاش مثيل. بالذات طبعا طاجن الرز المعمر والحاجات دي بصراحه بتبقى ليها نكهه وطعم مختلف جدا عن البوتاجازات اللي احنا بنستعملها حاليا. طبعا انا جبت دي وراك رومي. طبعا انا بقى هعملها المره دي بقى مش هسلقها، المره دي انا هشويها بس على الجلير. طبعا ايه انا بجيب البصل واعصره بقى واخد الميه بتاعته، بحط معلقه كبيره بهارات، معلقه كمون ومعلقه بصل بودره وثوم بودره ونص معلقه فلفل اسود ونص معلقه باربيكيا وملح او معلقه ملح كبيره. طبعا بحطهم على ميه البصل واقلبهم زي ما انتم شايفين كده عشان انا بتبل بيهم اللحمه.
وبسيبها مثلا ايه ساعة او ساعتين. في منكم ممكن يسيبها مثلا يوم كامل. على فكرة كل ما التتبيلة دي بتقعد في اللحمة فترة، كل ما بتديها نكهة وطعم احلى. فزي ما انتوا شايفين اهو انا بقلبها كويس جدا، وبعد كده اهو بحطها ايه على الوراك الرومي اللي انا كنت جايباها، وانا وريتها لكم قبل كده في فيديو. الاولاد بيحبوها جدا جدا بصراحه، طعمها بتبقى حلوه قوي. اهي زي ما انتوا شايفين انا بقى ايه هدعكها واحده واحده بايديا الاتنين بقى، بدعكها علشان ادخل التتبيله دي جوه اللحمه. انا مقطعاها زي ما انتوا شايفين الوراك، مقطعاها كمان بعملها شرايح فيها علشان اتاكد ان كل التتبيله داخله جوه. او زي ما انتوا شايفين انا بدعكها كويس جدا جدا جدا. طبعا انا هسيبها مثلا ايه ساعتين بس. على فكره انتوا كل ما تقعدوها اكتر من كده كل ما بتبقى اجمل واحلى. بجيب الجريلا اهي زي ما انتوا شايفين، بحط معلقتين زيت كده حسب النظر. طبعا انا بحط اهيت الوراك، بحطها واحاول انها ايه احطها جنب بعض، لانها كده كده بتكش شويه لما ايه بتستوي، فعشان كده انا بحب الزقهم جنب بعض. على فكره الطريقه دي بتدي طعم حلو جدا للفراخ وللحوم عامه، بصراحه بتبقى طعمها حلوه جدا. بالذات انا كمان حطيت بهارات الفراخ اللحوم، بتدي كمان نكهه وطعم مختلف جامد. زي ما انتوا شايفين اهيت الجريلا دي على فكره حلوه جدا، انا استعملتها وعجبتني جدا جدا جدا. انا كنت جايباها من قريب صراحه، ما كنتش بستعمل الجريلا دي، كنت بستعمل الجريلا اللي هي بتبقى بالكهرباء دي، لكن دي على فكره سهلت الامور جامد جدا. انا بقفلها كويس وبسيبها بقى تستوي على النار براحتها زي ما انتوا شايفين كده. قلت بقى عقبال بقى ايه ما هي تستوي اعمل بقى ايه الرز، لان البطاطس ما ينفعش معاها الا رز صراحة. انا جبت الشعرية وحمرتها، احنا بنحب الرز بالشعرية، في ناس بتحب الرز مثلا الابيض، ده عادي كل واحد حسب ما هو ايه بيحب ايه ياكلها ازاي. طبعا انا بحب ايه اخلي الرز مفلفل، فعشان كده بفضل مثلا اقلبه شوية. بعد كده هي بجيب الشوربة على فكرة لازم تتملح كويس جدا علشان ما تحتاجيش تحطي ملح على الرز تاني، لان الشوربة لما بتبقى مملحة الرز بيطلع حلو ومظبوط جدا. انا بحط طبعا بالواي لغايه ما ايه الميه تبقى مرتفع عن الرز حوالي ايه 2 سنتي كده، وبقلبها وطبعا ايه بوطيها وايه واسيبها على النار. بس طبعا لما الميه تغلي بروح موطيها واقفل عليها. زي ما انتوا شايفين انا بوريكم دلوقتي الفراخ، بص بقت عامله زي الديك الرومي اهي، الوراك بتاعته ابتدت انها تستوي اهي. انا دلوقتي بعد ما خلصتها وهوريها لكم اهي وهي مستويه، بتنزل طبعا ميتها، وادي صينيه البطاطس بعد ما طلعت من الفرن، وادي الرز. اتمنى يا رب ان يكون الفيديو نال اعجابكم. بعد طبعا ما ايه وريتها لكم هو طبعا وكلنا واستمتعنا بالاكل كويس جدا. كان عندي طبعا عقبال ما خلصنا بقى والاولاد خلصوا كده كان جت المغرب، قلت بقى طبعا ان انا ايه اقوم انشر الغسيل. طبعا الهدوم الشتويه انا طلعت الهدوم الشتويه بتاعتي، مع ان انا ببقى غسلاها وحاطه يعني اي حاجه كده معطره جوه الهدوم، بس برضه قبل ما بتيجي اما بنزلها علشان البسها بغسلها مره تانية. في هدوم انا خلاص لبستها، وفي هدوم تانية اتغسلت اهيت، وقلت بقى ايه انشرها معاكم. زي ما انتوا شايفين كده الهدوم الشتوية في الشتاء بتاخد وقت قبل ما بتنشف بصراحة. في الصيف الهدوم بتنشف يعني ما فيش ساعة بالكتير قوي، لكن في الشتاء بتقعد يجي يومين قبل ما تنشف، بالذات لان انا ما بنشرش طبعا بره زي ما انتوا عارفين، انا بنشر على المنشر. لان طبعا مش كمان علشان انا ساكنه عالي وانا بخاف من الادوار العاليه، لكن علشان انا ما بحبش شكل الغسيل وهو منشور بره، بيبقى شكله مش حلو ومش مستحب. فانا طبعا ايه بنشر على المنشر، وباجي مثلا ايه بسيبه مثلا طول الليل لغايه الصبح الشمس بتيجي عليه وبينشف بصراحه على طول، لان الشقه بتاعتي انا بحريه، الهواء بيبقى فيها حلو جدا، في الشتاء ساقعه جدا، في الصيف حر جدا، ما تعرفيش ازاي، مع ان المفروض البحري دي تبقى فيها هواء، بس صراحه انا عندي العكس، عندي في الصيف بتبقى حر جامد، بس في الشتاء بتبقى تلج 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 بصراحه.
بعد ما بنشر الغسيل بشوف بعد كده هو بقى ايه، كوباية شاي بقى مية مية، وبنقعد بقى كده ايه، خلاص بقى كده خلصنا شغل البيت. بس طبعا ايه لسه بقى ايه، بيبقى في بقى طبعا حاجات تانية بيبقى علينا بقى ورانا مذاكرة الأولاد، بعد كده هو المواعين الحاجات دي مفيش. طبعا زي ما انتوا شايفين ده بقى الروب الشتوي، بصراحة كان تقيل جدا، وأنا عامة ما بحبش الحاجة اللي تبقى تقيلة زيادة عن اللزوم، لكن بصراحة عجبني فاشتريته أنا السنة اللي فاتت، وكان عاجبني جدا جدا مع إني ما بلبسوش كتير بصراحة. بس بصراحة هو حلو، انا مش هنكر انه ايه، انه كشكل وستايل حلو. كمان انا ايه الشال دوت، انا الشالات بالذات بتبقى عندي كمية كبيرة منها، لان انا بحب ان انا مثلا ايه حتى وانا قاعدة في البيت واتفرج على التلفزيون اروح حاطة الشال على ظهري، واقعد بقى اتفرج على التلفزيون براحتي واتدفى بقى، طالما ان انا ايه متغطية ببقى مية مية، ببقى كويسة جدا. فالحاجات دي طبعا والدفايات وكده والشتاء، في ناس بتحب الشتاء وفي ناس ما بتحبش الشتاء. انا بالنسبه لي الشتاء ما بحبهاش قوي، لان انا بتخليني ما اخرجش كتير، ودايما ايه مقفقفين من البرد، ودايما بتاع وبيبقى فيها كسل جامد. لكن الصيف بصراحه في انطلاق، في حيويه، في نشاط. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون نال اعجابكم. لو نال اعجابكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايكات كتير كتير كتير، وعشان يوصل لكم كل جديد. وانتوا حبايبي وانا بحبكم جدا.